بما ان الشتا دخل وبما ان ده الموسم بتاعه هو البنجر، حبيت ان انا اعمل معاكم وصفه حلوه جدا. هي وصفه سلطه، هي مش وصفتي بصراحه، هي وصفه حد من اصحابي. تعالوا نعملها مع بعض. اول حاجه انا هسلق بعد ما غسلت طبعا البنجر زي ما هو شلت الزوايد بتاعته، هبتدي ان انا اسلقه على نار هاديه جدا جدا، اقل نار عندكم هتبتدي تحطوها. فاثناء ان هو بيتسلق وبيستوي، انا ببتدي ان انا هعمل بقى الاضافات اللي انا هحطها عليه. بجيب بصله احمر متوسطة على الكمية اللي أنا عاملاها دي، وابتدي إن أنا أقطعها صغير أوي أوي أوي. التقطيع على حسب ما انتوا بتحبوا، بس أنا حبيت إن هي التقطيعة الصغيرة أوي دي عشان ما تبانش جوه السلطة، يعني تحسوا بالطعم من غير ما يبان جوه السلطة. بعد كده هنقطعها بقى صغير أوي أوي، وبعد كده هنضيف معلقة من الخل الأبيض، وكمان هنحط يعني رشة ملح ومعلقتين من العسل. هي صاحبتي بصراحة كانت بتحط سكر، بس انا ايه يعني بس بدلت السكر بالعسل الابيض، ورشة صغيرة قوي من الفلفل الاسمر. وبعدين بخلط الكلام ده كله في بولة وبركنه على جنب لحد ما البنجر يستوي. بعد كده نبتدي بقى، خلاص انا بوريكم ان هو استوى تماما، وببتدي بعد كده البس جوانتي عشان بس يعني الخطوه دي براحتكم، بس عشان يعني ايديكم ما تتبهدلش قوي اللون يعني بتاعه. وابتدي ان انا اقشره. عندكم طريقتين للتقشير، لا اما بقشره بالمبشره بتاعه اللي هي البطاطس العاديه، لا اما من كتر السوا قوي، وهوريها لكم دلوقتي. من كتر السوا قوي هو هيتقشر اصلا لوحده، يعني بس تشيلوا القشر كده بايديكم هيبقى سهل قوي. وتبتدوا ان انتوا تقطعوها. اوريكم التقطيعه اللي انا مقطعاها، انتوا تحبوا التقطيعه اللي انتوا عايزينها، لكن انا قطعتها اللي هي برضو مكعبات على قد ما اقدر، ان هو طبعا طري جدا دلوقتي. دي بوريكم بقى هنا القشرة قد ايه سهلة قوي بتطلع. طبعا خدوا بالكم هو لسه سخن، بس انا بحاول ان انا ايه بسرعة اطلع منه القشر، لان هو لو برد هتحتاجوا المقشرة شوية يعني. بس المهم هو بيبقى القشرة سهلة قوي، وقطعته التقطيعة اللي انا عايزاها. وبعد كده بضيف بقى البنجر اللي هو اللي انا قطعته على الدريسنج او الاضافات اللي احنا عاملينها، وابتدي ان انا اقلبه شوية. بعد كده هبتدي ان انا اجيب المايونيز. هضيف قد ايه من المايونيز؟ هضيف تقريبا نص كوبايه لتلت كوبايه من المايونيز. وبتبتدي ان طبعا الكميه دي، لان انا الكميه دي كبيره تعتبر من البنجر، وهبتدي ان انا اخلطه برضو كويس قوي قوي معايا. وممكن هنا تضيفوا كمان الزبادي، ممكن تضيفوا نص كوبايه من الزبادي او معلقه كبيره زي ما انا عامله كده. وبعد كده ابتدي ان انا اخلطه. ادوق بقى. هنا انا دقته بصراحه، انا بحب يبقى فيه تسكيره خفيفه خالص كده، فايه ضفت عليه بس نص معلقه كمان من العسل. بس انتوا تقدروا ان انتوا ما تضيفوش العسل تاني. خلاص دوقوا وشوفوا الطعم اللي انتوا حابينه بس. وفعلا من احلى السلطات اللي هتاكلوها. وبالهنا. وطبعا تسلم ايد صاحبتي في الاول والاخر، هي اللي علمتهاني. وبالهنا والشفا. اشوفكم على خير. باي باي.